في مهرجان الفنان الحر الثقافي لا أحد يغيب، فمن يترك أثرا في فضاء الإبداع يبقى حاضرا حتى بعد أن تطفأ الأنوار. 50 عاما من العطاء المسرحي استحضرت بكامل بهائها في النسخة 10 لمهرجان الفنان الحر الثقافي، التي حملت اسم زهير المطيري أحد رواد المسرح تكريما لمسيرته الممتدة وتوثيقا لإرثه الذي شكل علامة فارقة في المشهد الفني البابلي. الحقيقة احنا اعتبرنا المسرح رسالة وأمانة وموقف، فنحمد الله أنه كانت كل مسرحياتنا هادفة وموجهة للناس وتركت أثر، يعني الحمد لله والشكر، وتركت بصمة في المسرح. المهرجان الذي نظمته جمعية صوت الفنان الحر الثقافية شهد حضورا نوعيا من مثقفين وفنانين ورواد مسرح، وضم توقيع الجزء الثاني من كتاب مسرحيات زهير المطيري، وثق 8 من أعمال تنبض بالموقف والرسالة والمعنى. المهرجان أصبح نخبويا بالنسبة لاستقطاب المشاهدين والضيوف، روادهم من رواد الفن والمسرح والثقافة لكل مستويات الأدبية، المستويات الأدبية والمستويات الثقافية ولكافة الأعمار، وأيضا هناك من يسأل عن هذا المهرجان أصبح بالشارع الحلي. اليوم اللي شفناه يشجعنا أنه نخوض هذا المجال بعد بأوسع، ما معناه أنه المتلقي أو الزائر أو الحاضر اليوم المدعو متشوق أن يشوف شيء جديد، وأتمنى أن أكون موفق بنقل هالرسالة هذه. على مدى يومين تنوعت فعاليات المهرجان بين الفن التشكيلي، الموسيقى والشعر، بما فيها عرض فيلم رجل من خشبة المسرح للمخرج فرزق صبري، تناول سيرة المطيري برؤية بصرية تليق بتجربته، فيما جسد مشهد من مسرحية أبو شرف قضايا الفساد المجتمعي عبر أداء درامي لافت. أحياء ذكرى لمبدع مسرحي هو الفنان الرائد زهير المطيري، وكان العرض المسرحي هو مشهد من أحد أعماله المسرحية الذي يتناول موضوع الفساد والمفسدين، وهذا هو ديدا الفنان الذي كان دائما دقيق الملاحظة فيما يدور من الأشياء السلبية التي تدور في المجتمع من أجل خدمة الإنسان العراقي. جيل يسلم جيلا، وفكرة تفتح بابا لفكرة أخرى، هكذا تستمر الثقافة لا كأرشيف بل حياة تتجدد في كل مهرجان. لبرنامج رواق الثقافة من بابل، زين العلي.